يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون جربتها وعشقتها من ذاقها عرف السعادة ما تكون إني تأملت الورى ما ينشد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأنا حقيقة مسرور بلقائكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الإخوة والأخوات، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما، وكان أبو هريرة قد دعا أمه إلى الإسلام فأبت عليه، وسبت النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى أبو هريرة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب ودخل فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتدخل في الإسلام. طبعا لا نعجب أن يستجيب الله تعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي على كل حال. وفي موطن آخر يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، وفجأة يدخل رجل من باب المسجد ويبدأ يصيح: يا رسول الله، يا رسول الله. فيقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ويسأله: ما لك؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، ما في مطر، ما في زرع، سنموت من الجوع. يا رسول الله، ادعو الله يغيثنا. يا رسول الله، سنموت من الجوع، أرجوك ادعو الله يغيثنا. قال يقول أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء مثل الزجاجة، شمس محرقة، ما في غيوم. يقول: وما في السماء من سحاب ولا من قزعة، يعني ليس في سحاب مجتمع ولا قزع متفرق. يقول: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. طبعا لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي. وقديما دعا نوح عليه السلام بثلاث كلمات، قال: ربي إني مغلوب فانتصر. هذه الثلاث كلمات ماذا فعلت؟ فعلت الأعاجيب: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. بثلاث كلمات: إني مغلوب فانتصر. نحن ندعو في كثير من الأحيان وربما لا نرى إجابة. ما هو السبب؟ هل السبب في موازين الأرض أم السبب في موازين السماء؟ هل السبب منا نحن في كيفية دعائنا أم أن الدعاء نفسه لا ينفع؟ تعالوا نبحث هذه القضية من خلال مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى: ينبغي أن نعلم أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم، ها يا ربي، بماذا توجهنا؟ ادعوني. وإذا دعوناك ماذا نستفيد؟ أستجب لكم. أمرنا الله بفعل ادعوني، ووعدنا بفعل أستجب. يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في آية أخرى: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الشافي، الغني، الستير. لماذا أخبرتنا يا ربي بهذه الأسماء؟ اسمع: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني، يا شافي اشفني، يا غني أغنني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا علمنا هذا أيها الأفاضل، علمنا أن الدعاء بحد ذاته عبادة. أنت ابذل الدعاء ولا تلتفت إلى مسألة يستجيب أو ما يستجيب. أحيانا بعض الناس
تقول له لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني. يا أخي ليست القضية يتقبل وما يتقبل، أنت أبذل الطاعة والله كريم. لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ قال يا أخي قد أصوم وأتعب ثم ربي لا يتقبل مني. لا تشغل نفسك بهذه القضية، يتقبل ما يتقبل، أنت أبذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم. كذلك الدعاء، أنت أبذل الدعاء واعلم أنك تتعامل مع رب كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال يا ربي اشفي ولدي المريض شفاه، يا ربي اقضي ديني قضاه. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. يعني قال يا ربي اشفي ولدي المريض، فارتفع الدعاء بطلب الشفاء، وكان هناك قضاء نازل أن الولد يموت مثلا في مرضه، فهذا الدعاء يمسك القضاء عن النزول. فأحيانا يقول هذا الداعي يا أخي أنا مضى لي شهر أقول اللهم اشفي ولد المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. الثالث قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. إذن إما أن يستجيب في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا، وإما أن يؤخرها إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. فلا يقولن أحد لم ينفعني الدعاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. ولا شك أن الدعاء كما قلنا عبادة عظيمة، بل هي لذة فجربها. جربتها وعشقتها، من ذاقها عرف السعادة ما تكون. إن ابتسامات الفقير لها شون تأتي